مرحبا. 20 سنة على ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 20 سنة ولبنان مرق بكتير مشاكل أمنية اقتصادية، وصار في تغيرات كتير كبيرة بالمنطقة كلها. اليوم بعد 20 سنة، وطبعا بعد كتير من التحليلات والقراءات والمحكمة الدولية وكل هذه الاشياء اللي صارت، صار واضح انه هذا الاغتيال ما كان فقط لأذية لبنان او أذية النظام السوري، يلي ممكن كتير يكون رموز كتير كبيرة منه شاركت بهذا الاغتيال. وطبعا عم اقول ممكن ايه ممكن لا، لان الكيان الصهيوني يعني عنده مصلحة الكبرى، وهيك عم ببين اليوم باغتيال الرئيس رفيق الحريري. بطبيعة الحال المحكمة الدولية ما اتهمت ولا النظام السوري ولا حتى حزب الله كحزب الله، اتهمت شخص ناشط بحزب الله، يعني عضو من حزب الله. وهون علامة سؤال وعلامة استفهام كتير كبيرة على هالمحكمة الدولية وعلى هالتشنج يلي كان عم بيصير، والتجيش خاصة المذهبي بين السنة والشيعة على موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هذا الاغتيال بيجي ضمن التغيير السياسي والتغيير اللي عم بيصير بقلب المنطقة يلي هلا بسموه الشرق الأوسط الجديد. طبعا كلنا بنعرف انه الرئيس رفيق الحريري كان عم بجرب يعمل اذا بدكم شكل جديد للدول العربية، تكون موحدة بشكل حقيقي اقتصاديا، ثقافيا، خلينا نقول حتى بموضوع يعني العسكري، الأمني، السياسي، الموقف، لحتى يصير في مواجهة لكل شيء غربي عم يجي على المنطقة لعنا، لحتى ياخذ خيرات هيدي البلدان ويجرب يكون وسع لها. وإذا بنعمل هيك، يعني مش رح نعمل إذا بدكم تحليل تاريخي، ولكن من بعد الحرب العالمية الأولى صار في كأنه إضعاف للسلطة السنية بالدول العربية. وكلنا شفنا أنه بعد، وأنا بقول اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر لأنه أكيد ما مات بشكل طبيعي، ضعف دور الزعامة السنية بالمنطقة. ومع بروز شخصية رفيق الحريري رجعنا شفنا دور جديد ودور قوي وفعال لدور السنة بالمنطقة العربية، بمنطقة الشرق الأوسط، وحتى بشكل عالمي، يعني حتى دوليا كان عنده حضور. وبعتقد هذا الشيء زعج الكثير والكثير من الناس، إن كان بأمريكا وإن كان بإسرائيل، لأنه ما بدهم إنه المنطقة توصل يكون فيها وحدة معينة، زعامة وحدة مدعومة من كل الأطياف مسيحيا والمسلمين كمان، عندها خطة وبرنامج عمل. لهيك أنا بعتقد إنه الاغتيال إجا ضمن هيدي الأطر أكثر ما إجا مثل ما يعني تسوق بهال20 سنة إنه خلافات بين النظام السوري والرئيس الحريري واختلوه، لأنه هيك بس اختلوه. برجع بكرر بقول إنه أكيد دون شك ممكن كتير ولابد إنه يكون في حدا مشارك، ولكن الاغتيال أو قرار الاغتيال أكبر بكتير من إنه كان وقتها النظام السوري بال2005 ياخده لوحده. اللافت السنة انه الرئيس سعد الحريري صار واضح انه راجع على السياسة بلبنان، وعم يرجع يشد العصبية يعني تبع تيار المستقبل، ويرجع يرتب بيته الداخلي لحتى يرجع يعمل سياسة بلبنان، على امل انه يقدر ينظف شو كان في مشاكل حواليه من اشخاص اذوه بالشخصي وبالاعلام، وعطوا صورة سيئة جدا له كشخص. ومثل ما حكينا بالفيديوهات من قبل، ومثل ما حكينا قبل وكنا نعلق نقول، صار واضح انه الرئيس سعد الحريري راجع يعمل دور بلبنان، ودور كتير مهم. واضح انه للاسف بعدنا بنحكي بهيدي اللغة، ولكن هيدي الواقع بلبنان. بالشارع السني واضح انه هو بعده الاقوى الاصدق، دون اي مساس بكرامات الاشخاص يعني الزعامات الباقية ابدا. ولكن واضح جدا انه الناس بالشارع اللبناني مسيحيا وعند المسلمين وعند السنة بشكل خاص عندهم ثقة بشخص الرئيس سعد الحريري. لنشوف هالتغيير كيف بده يصير. واضح انه الحكومة اليوم مع الرئيس نواف سلام هي فقط لحتى ترتب شوي الشأن اللبناني الأمني الاقتصادي، يقدروا يعملوا انتخابات بلدية ويعملوا انتخابات نيابية، وبال2026 وبناء على نتائج الانتخابات النيابية بعتقد بيرجع بيتسمى الرئيس سعد الحريري لحكومة جديدة. اللي صار هاليومين كمان لابد انه نعلق عليه، يعني لما كنا نقول انه نحن بحاجة لحكومة تكنوقراط، حكومة ما تتسمى من الأحزاب،
لحتى ما يصير يلي صار الهفوة أو الغلطة يلي صارت امبارح. بمعنى اليوم لما بيكون الوزراء ما عندهم الخبرة السياسية، التمرس السياسي، ومنهم مستقلين بوزاراتهم، في تدخلات، في أحزاب فوقهم، رح بيصير في هفوات، وهيدي الهفوات بتفوتنا بمشاكل كبيرة. موضوع الطائرة الإيرانية يلي ما غطت بلبنان بالشكل، بالمبدأ، بالمضمون، ما بصير لأي دولة بالعالم، أمريكا أو إسرائيل أو أوروبا أو أي دولة عربية تتدخل بالشأن اللبناني إنه إذا هيدي الطيارة بتغط أو لا. أمنيا ما بعرف ليش هالقد كانوا عاملين منها مشكلة. بالنهاية الجيش اللبناني بيعرف مع الأجهزة الأمنية شو لازم يعمل في حال غطت هالطيارة بالمطار اللبناني. ولكن السؤال هون مع الوزراء المختصين والحكومة انه ليش ما سهلوا هذا الموضوع من قبل لما يصير في تشنج بين الدولتين. بمعنى انه اليوم ايران مش عم تقبل انه طيران الشرق الاوسط يغط بايران لحتى ياخذ اللبنانيين يلي كانوا جايين على هذه الطياره على لبنان، لانه منعت الطياره تبعيتهم تغط بمطار لبنان. وهون طبعا ما عم نحكي سياسه وتدخلات ايران بالشان الداخلي اللبناني ومش تدخلها، هيدا بعيدا عن هذا الموضوع. بين الدولة اللبنانية والدولة الإيرانية في تمثيل دبلوماسي، وما في عداء مثل ما في عداء مع الكيان الصهيوني. مفترض كان يتواصلوا معهم، يبعثوا طيارة من الشرق الأوسط، يعني طيران الشرق الأوسط من الإيست، ياخذوا اللبنانيين هن ينزلون على لبنان ويلاقوا حل لهذا الموضوع مع أمريكا ومع الأمم المتحدة لوقف هالتهديدات السخيفة والصغيرة من قبل الكيان الصهيوني على اللي عم يجرب يمارسها، يعني على الدولة اللبنانية وعلى رئاسة الجمهورية يلي رافضة تمديده بقلب لبنان. طبعا هون بين قوسين هيدا أمر مرفوض التدخل، ولكن كمان ردة الفعل على الطريق مش محلها أبدا. ما بعرف إذا الناس اللي نزلت هن عن جد أهالي الناس اللي كانوا علقانين بمطار طهران لو مش قادرين يجوا على لبنان. إذا بده يصير من محاولة لإثبات وجود أو التعبير عن الرأي، بصير أمام زعمائهم، أحزابهم، الناس يلي سمت الرئيس نواف سلام ليشكل حكومة، يلي فاتت بالاتفاقية تبع وقف إطلاق النار، ويلي انتخبت الرئيس، ويلي لأول مرة نحن بنسمع اليوم امبارح يعني على قناة المنار عم بيقولوا إنه يبدو في تدخل مثل طابور خامس، ورجعنا لقصة طابور خامس لا افتعال مشكل. وطلع بيانات من حركة أمل وغيره بيطالبوا الجيش انه يضرب بايد من حديد على الارض، وهيدا اللي لازم يصير. وهيدا بفرجي قديش تغيرت السياسة بين 17 تشرين 2019 واللي صار امبارح على الارض. طبعا ما عم نحكي ب 17 تشرين عن المواطنين اللي نزلوا يطالبوا بحقهم، عم نحكي عن التجاوزات اللي كانت عم بتصير على الارض، واعمال الشغب اللي كانت تصير على الارض. اليوم واضح انه في قرار لبناني داخلي ما يصير في فتنه، ما يصير في افتعال مشكل، ولا يصير في اي نوع مشاكل تاني. الجيش اللبناني بيعمل شغله، ما حدا ينتقده، بينزل بيعمل شغله ودوره مع قيادته بفتح الطرقات وبتسيير امور الناس. وبنرجع بنقول هول الناس اللي عندهم مطالب يتفضلوا يروحوا للمطارح الصح، يعتصموا بشكل طبيعي وحضاري. كتير صار عنا مشاكل بلبنان، وكتير نزلنا على الطرقات، ما بحياتنا كنا نسب، ما بحياتنا كنا نسكر طرقات بشكل عشوائي على الناس او على المطار. عندكم حق التظاهر، عندكم حق تطالبوا بحقوقكم بالمطارح الصح بالطريقة الصح. اليوم الجيش عم يعمل دوره، ما حدا ينتقده. اليوم نحن تحت ضغط دولي كتير كبير، منه ضغط دولي صغير ابدا. بعد مشكل كتير كبير بها 66 يوم حرب، مفروض نتعاطى مع الامور يلي عم بتصير بطريقة اذكى وبطريقة اوعى. ومرحلة بموضوع الحكومة وشكل الحكومة والوزراء. خلينا نشوف هالسنة كيف رح تمرق. أهم شيء نعمل انتخابات البلدية، نعمل انتخابات المجلس النيابي بال 2026، ونقدر نعمل تغيير حقيقي بالنواب لحتى نقدر ننتج حكومة تعمل شغل حقيقي لبناء الوطن يلي عن جد بده 4-5 سنين لحتى نبلش نشوف أشياء حقيقية بإعادة نهوضه قد ما عنا مشاكل. بمختصر، ممنوع حدا يتدخل بالسيادة اللبنانية، لا إسرائيل ولا أمريكا ولا غيرهم ولا إيران ولا أي دولة عربية. ممنوع أي حدا يتدخل. مفروض الحكومة تكون أوعى وأذكى بالردات الفعل. مفروض من الناس كمان يكونوا أوعى وأذكى وما يفوتوا
خلافات صغيره. يعني اليوم نحن عم نسكر الطريق لانه العالم ناطرين طيار اهاليهم يرجعوا، وهذا حقهم. طب بس في عشرات الطيران من الناس اللي كمان بدهم يرجعوا على بيوتهم او يسافروا من لبنان لمطرح ما هن مسافرين كرمال اشغالهم وحياتهم، ما بنسكر الطريق عليهم. المشكله مع الزعامات مش مع الناس. وبرجع بكرر، الاجهزه الامنيه والجيش اللبناني عم يعمل شغله، نوقف حدهم، وبس يكون في غلط بنعرف نعالجه، مش بنروح بننتقدهم على الرايح والجاي. برجع بقول للمره يمكن ما بعرف قد ايه رئيس الجمهوريه والحكومه استلموا بلد ما صار لهم شهرين، خربان صار له على القليله من سنه 73. نحن من 73 عندنا كل هالمشاكل الامنيه الاقتصاديه السياسيه، وعم يخرب ويخرب ويخرب. ما فينا نحن نجي نطلب منهم انه بخلال شهر يغيروا كل شيء ويظبطوا الامور والحياه تصير كثير بسيطه، خاصه مع الضغط الامريكاني الاسرائيلي اللي عم بيصير على لبنان لكثير قضايا بنحكي فيهم بفيديو تاني. حبيت بس شارككم رايي بما يختص بذكرى اغتيال الحريري، على امل نكشف حقيقة كل الاغتيالات اللي صارت من 2005 ولورا، ونحاسب كل هيدا الناس اللي أخطأت، ونقدر كمان نكشف شو صار من 2005 لليوم من مشاكل اقتصادية أمنية والاغتيالات، لأنه العالم حقها تعرف مين عن جد يلي كان متورط بهالاغتيالات والتفجيرات يلي صارت. وبحب أعلق على نقطة كتير مهمة. امبارح 14 شباط هو يوم رسمي، عطلة رسمية، يعني عطلة رسمية بلبنان لذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بتمنى يكون كمان في ذكرى، يعني عطلة رسمية بذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوض، الرئيس رشيد كرامة، الرئيس شهيد بشير جميل، والرئيس الوزراء رياض الصلح. ما بيصير نحن نكون بغض النظر عن كل فئة مين بحب أكتر ومين لا، يعني ما بيصير نكون نحن بلبنان عنا عطلة رسمية لشخص ولشخص تاني ما عنا عطلة رسمية لإله، وكلهم راحوا شهداء كرمال لبنان وبموقع رسمي. هيدا يعني مش عم نحكي كزعامات أو نواب أو وزراء، عم نحكي كرؤساء جمهوريات وكرؤساء وزراء. بتمنى لكم توفيق للجيش اللبناني وللحكومة بالخطة الجاية هلأ لحتى يبلش عملية الانهاض والترتيب. وبتمنى لكل اللبنانية انه نكون عنا هيدا العصب تجاه وطننا، نكون شعب واحد، نكون عنا قاسم مشترك واحد اللي هو لبنان، لانه مشاكلنا وحدة، مصيبتنا وحدة، حلها فقط بصندوق الاقتراع، انتخابات البلدية لا مركزية إدارية والمجلس النيابي بال 2026 لنقدر نعمل حكومة حقيقية تبلش تصلح هيدا الوطن ليكون حقيقة عنا بكرة أحلى.